يا رب بدي مصاري، خليني أصير غني. صلى هيك صلى من قبل؟ إذا إيه ما تحس بالذنب. عالمنا بيقلنا دايما إنه الغنى والمصاري بيمشوا الدنيا. بس يسوع علم تلاميذه يصلوا لخبزهم على قد نهارهم، فشو القصة؟ أول شي مهم ليش عم نصلي، مش بس كرمال شو، بس نصلي الله بيعرف الغاية ورا الصلاة، وهيدا الشي مش دايما واضح لإلنا. إذا بنطلب شيء إنساني أو شيء حيضرنا أو شيء بيخلينا نبعد عن الله أو بيعارض شخصه، أكيد ما حيعطينا إياها. تاني شيء ما لازم ننسى إنه صلاتنا بتختلف بس نكون بعلاقة شخصية مع الله. بس كون بعلاقة معه بعرف إنه عندي السلام والفرح بوقت الحاجة والوجع والفقر يلي بيجوا مش من ظروفي بس من تأكيدي إنه ما في شيء بيشيلني من إيديه، فبتتغير صلاتنا. بدل ما نصلي للاغتناء والمصاري نصير نصلي إنه نتقرب أكتر بعلاقتنا مع الله ونختبر محبته أكتر. مش غلط تصلي هيك صلاة، ولا مرة غلط تروح عند الله وتحكي معه عن شو عم بيصير معك، بس انتبه لتوقعاتك. إذا منوثق بالله ومنعرض مشكلتنا لإله بدل ما نعرض الحل تبعنا، بنشوف إنه هو معه حل أثبت وبيدوم لفترة أطول.